في ناس بتفتكر إن القوة تكفيهم، لا بيطلبوا ولا بيسمعوا ولا بيعتمدوا على حد. بس يا ترى هيفضل كده للنهاية ولا هتحصل حاجة تغير وجهة نظره؟ في نفس المكان اللي قابلنا فيه عبقرينو كان في حد تاني بيجري بأقصى سرعته، بس السرعة مش دايما بتوصلك، أوقات بتاخدك أبعد عن الحقيقة، لأن مش كل حد بيجري عارف هو بيجري ليه. ده الصندوق اللي كلمنا عنه العصفور، اللي في الخريطة القديمة اللي هنحتاجها علشان نلاقي الطريق. بس الجسر ده مش أمان خالص، أي خطوة زيادة ممكن توقعه. فعلا الجسر ده مش هيستحملنا، وتيار المية سريع، هنحتاج نفكر ونخطط عشان نبني حاجة توصلنا الناحية التانية بأمان. ممكن نحاول نربط الخشب بالحبل ونخلي حد يعدي عليه ويتوازن. أنا ممكن أثبت طرف الحبل من هنا وانتوا اسحبوا الطرف التاني ونعمل زي كوبري صغير. يعني كده احنا محتاجين غصنين كبار ومحتاجين حبال، هنربط الغصنين بالحبال وواحد يعدي عليهم للناحية التانية. كل ده جميل بس طويل قوي، أنا ممكن أخلصها أسرع. إزاي يعني؟ أعدي لوحدي، أنا أسرع واحد هنا وخفيف، النقطتين اللي بين الضفتين ما يستاهلوش كل التفكير ده. بس التيار عالي، ولو رجلك اتزحلقت وقعت أنا مش هقع، وبعدين أنا مش مستني حد يمسك في إيدي. بس إحنا مع بعض نقدر نعملها سوا ونكمل كفريق. الفرق حلوة في الكلام، لكن الإنجاز محتاج حد ياخد خطوة. وقف الأرنب وهو باصص للصندوق في الناحية التانية، وفي ثانية وبنقطتين بس منه جاب الخريطة. وهو راجع المية عليت شوية، لكنه قدر يوصل بسلام ولحق نفسه. إيه رأيكم؟ كده أسهل وأسرع من غير حبال ولا خطط. بس من غيرنا ومن غير ما حد يكون في ظهرك، السرعة مش حل لكل حاجة. يعني لو كنت وقعت كنا هنفضل نتفرج؟ ما كنتش هقع، وأنا قلت لكم مش كل حد محتاج فريق. بصوا، إحنا دلوقتي قدامنا طريقين، واحد على يمين بيلف حوالين التل، طويل شوية بس آمن، والتاني على طول فوق التل، صعب وخطر بس بيوفر وقت كبير. التل ده عالي قوي، والحجارة دي شكلها هتتزحلق بسرعة. لو لفينا من الجنب هنتأخر شوية، بس كلنا هنكون بخير. يعني نضحي بشوية وقت مقابل إننا نفضل في أمان. زين، أنت شايف إيه؟ أنا شايف إن الكلام ده كله حلو للناس اللي بتحب تمشي بالراحة، بس أنا مش هضيع وقتي في لفة ملهاش لازمة. يعني هتطلع التل لوحدك؟ إيه المشكلة؟ وهستناكم فوق. لو فضلتوا تخططوا كده النهار هيخلص وإحنا لسه ما اتحركناش من مكاننا. إحنا بنفكر في مصلحة بعض يا زين، التل شكله خطر حقيقي والأرض فيه مش ثابتة. أنا اتعودت أتحرك لوحدي، واللي بيحسب كل حاجة ساعات ما بيوصلش لحاجة. واللي هيحصل لو احتجت مساعدة وانت فوق لوحدك؟ مش هيحصل. يلا بسرعة قبل ما الأرض تنهار تحت رجلي. خد نفسك وركز، مفيش داعي للتردد دلوقتي. رجلي كانت هتفلت بس لأ، ماسك نفسي، إحنا قريب، بس مخلصناش. كمل كمل. خد بالك يا زين، الأرض عمالة تنهار. يا رب يعدي بخير. كان بيزحف فوق حافة التل بين الأحجار، كان تعبان جدا لكنه كان بيكابر، ولما وصل وقف وبص لتحت، ورغم التعب صرخ بصوت عالي وقال لهم: أنا وصلت، هستناكم لما تخلصوا اجتماعكم. هو مش شايف إن في فرق بين الشجاعة والعند؟ إحنا بقى نروح من الطريق الأمان ونقابله لما نوصل فوق التل. بس المرة الجاية لو اتعرض لخطر مش هيكون سهل نوصله بسرعة. الخريطة بتقول إن الطريق من هنا، بس الكهف ده شكله مش سهل خالص. إحنا لازم نعدي من هنا، ده شكله ما يطمنش خالص. الكهف ده شكله مخيف وضلمة جدا، أنا مش هعرف أدخل. هحاول أدور على طريق تاني يوصلنا، وممكن يبقى فيه تفرعات من جوه. لو دخلنا كلنا ممكن نضيع، خلينا نشوف طريق بديل أحسن. أنا هدخل، استنى، مش لازم تروح لوحدك. أنا أسرع واحد فينا وهرجع لو في خطر. بلاش يا زين، الكهف ده شكله ضلمة جدا وإحنا ما نعرفش ممكن تقابل إيه جوه، بلاش تروح لوحدك. فضل زين ماشي جوه الكهف، وكل خطوة بتتحدى جوه صوتين، صوت بيهمس: ارجع، انت تعبان، كفاية. وصوت تاني أشبه بصدى قديم بيقول له: كمل، انت قدها، ما ينفعش تقع. زين، طمنا عليك، شايف ايه قدامك؟ الطريق ضلمة جدا، أنا شايف بالعافية، استنى شوية لما أوصل لحاجة هقول لكم. الطريق عمال بيضيق، كل خطوة بقت أتقل من اللي قبلها، ورجلي كأنها مش قادرة تشيلني. لسه شوية كمان. وهنا زين وقع في حفرة ضيقة ما كانش شايفها، وساعتها
كل حاجة جوا سكتت. قوم، لازم تقوم، ما تقعدش كده. وحاول زين يقوم ويقف على رجله، لكنه وقع تاني. كنت دايما بتتحمل لوحدك، ما ينفعش تقع وتطلب مساعدة دلوقتي. حاول يتحرك بس جسمه رفض، ووقع تاني من غير صوت. مفيش مفر من الحقيقة، هو خلاص مش قادر يكمل. انت الكبير، ما ينفعش تقع، ساعدهم، كمل. بس أنا خلاص مش قادر أكمل. ما بين وجع رجليه ووجع جواه، في كلمة واحدة صعب عليه ما كانش عايز يقولها. لو حد سمعني، أنا أنا محتاج مساعدة. زين، زين، فينك؟ أنا هنا، وقعت في حفرة ما كنت شايفها. أنا شايفاه، مش بيتحرك خالص. استنى، هننزلك، ما تتحركش من مكانك. رجلي، رجلي مش قادرة تشيلني. نعمل إيه؟ الحفرة دي شكلها عميقة قوي. هننزله بس نخلي بالنا. زين، أنا شفته. أنا آسف، كنت مفكر إني أقدر أكمل لوحدي. أنا مش عارفة أتحرك، مش عارفة أكمل. إحنا دايما هنا، مش لازم تتعب نفسك لوحدك. إحنا معاك، هنساعدك تقوم ونكمل سوا الطريق. شكرا، فعلا كنت محتاج حد يبقى جنبي. سامحوني كلكم، أنا ما كنتش عارفة أطلب مساعدة. كنت فاكر إن القوة هي إن الواحد يشيل كل حاجة لوحده من غير ما يحتاج لحد. وإحنا كنا دايما مستنيك تطلب مساعدة مننا، مش علشان شايفينك ضعيف، بس علشان بنحبك. طلب مساعدة مش ضعف، ده شجاعة من نوع تاني. لو الواحد حاول يواجه الدنيا لوحده بيخسر كتير، بس لما يكون مع الناس الصح بيكبر ويقوى. يمكن دي أول مرة فعلا أحس إني مش لوحدي، وإن القوة مش بس في السرعة، لكن في وجود الناس اللي بيقفوا معاك. شكرا لكم كلكم. عدى كام يوم والهدوء رجع تاني، كل حاجة كانت ماشية عادي، كأن اللي حصل ما سابش أثر، لحد ما حصلت حاجة محدش كان متوقعها. أنا كنت بفكر نروح من الطريق اللي على اليمين، بس مش متأكد. تحبوا تشوفوا معايا أني طريق أحسن؟ إيه ده؟ مين اللي بقى بيستشير حد قبل ما يندفع ويغامر لوحده؟ ما هو التهور لوحده مش بينفع كل مرة، وأنا مش عايزة أقع لوحدي تاني. الطريق اللي على اليمين فيه تلال، بس أقل خطر من الطريق اللي على الشمال. إحنا كده عرفنا الطريق. الأرنب هيبقى في المقدمة بس على مهله شوية، وأنا في النص أراقب أي حاجة مريبة، والسلحفاة في الآخر عشان تأمن لنا الطريق. ده اسمه تخطيط صح. أنا موافق. يبقى نروح مع بعض من الطريق ده. كلنا بنقع، بس مش كلنا بنعرف نقول ساعدوني، ولو عرفت تعملها فأنت أقوى ما كنت فاكر. لو مريت بلحظة شبه دي احكي لنا في التعليقات، شاركها مع حد يمكن يكون محتاج يسمعها. ولو عايز تعرف الحكاية رايحة على فين، اشترك في القناة وفعل الجرس علشان اللي جاي يمكن يغير نظرتك لكل حاجة.